وصية الفنان والممثل السوري محمد قنوع التي هزت الوسط الفني. السلام عليكم وأهلا بكم. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبينه. توفي الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما أثر إصابته بنوبة قلبية، ورحيله خلف حزنا وأثرا واسعا في الوسط الفني بسوريا. ونعت أيضا النقابة السورية عبر صفحتها على فيسبوك وفاة محمد قنوع، وقالت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل والنجم والممثل محمد قنوع، وأرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وأحبابه خالص الصبر والعزاء. وبدأت مسيرة محمد الفنية الحافلة مع النجم السوري ياسر العظمة في سنة 1995، كما شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مراية إلى جانب أعمال أخرى. كما برز محمد قنوع أيضا من مسلسل باب الحارة الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي. كما عرف الممثل بدور سعيد الحميماتي. يذكر أن محمد قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم الجمعة قبل رحيله ذكرى وفاة والده، وقال: يا هلا بالغايب عن عيني وراح طارقني في القلب نار. ودي كانت رسالته قبل وفاته. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبينه. ولحد هنا بتكون أهم تفاصيل حلقة النهاردة. أرجو منكم الاشتراك وتفعيل رمز الجرس لتصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول.